سلم يا رب سلم. عواصف رعدية قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وفيضانات طوفانية تغرق عددا من الولايات الجزائرية، وارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع والأحياء السكنية في تزايد مستمر. فالمرجو من سكان بلدية عين طويلة بولاية خنجلة والمسيلة وبسكرة أخذ الحيطة والحذر. عاصفة وخلايا رعدية قوية وأمطار غزيرة تجتاح سماء الجزائر، واضطراب جوي قادم خلال الساعات القادمة سيهم عدة ولايات، فاللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة كوارث وأحداث العالم. ننقل إليكم أحدث وأهم الكوارث الكونية، فإذا كنت مهتما بمثل هذه الأحداث لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جميعا. أمطار كبيرة جدا. كارثة والله. راحت. اجروا لينا، اجروا لينا، رانا قيرقنا كما قال له، رانا قيرقنا، اجروا لينا. شوف حاشاكم ريحة الزيوات. هكذا إذا كما تشاهدون وتتابعون ما يحدث الآن في طقس الجزائر الآن، حيث تتعرض عدد من الولايات الجزائرية إلى عواصف رعدية قوية نتج عنها هطول أمطار عاصفية غزيرة مصحوبة برياح قوية وسقوط حبات برد كثيف، خصوصا منطقة عين الحجر بولاية سطيف وبلدية عين الطويلة بولاية خنشلة، إضافة إلى مناطق عين الإبل بولاية الجلفة ومدينة بسكرة والمسيلة، فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 39 سنة بسيدي مخلوف بولاية الأغواط بعدما حاصرته سيول الواد. الحماية المدنية الجزائرية في ولاية الجلفة تمكنت في إنقاذ قطيع من الأغنام جرفتها الفيضانات الطوفانية في مشهد يحبس الإنفاس. نسأل الله السلامة للجميع. هذا وتشير آخر التوقعات بمشيئة الله إلى استمرار نشاط رعدي كثيف عشية ومساء غد الثلاثاء بعديد من المدن الداخلية الوسطى الغربية والشرقية، وصولا إلى بعض المدن الساحلية وقرب الساحلية، وأيضا مناطق شمال الصحراء والواحات والجنوب الغربي. الأمطار ستكون ذات طابع رعدي محلي غير شامل، وبالتالي قد لا تميز كل المناطق التي سأذكرها، وممكن فقط مناطق جغرافية متفرقة من هذه الولايات، وكل منطقة ونصيبها. الولايات المعنية هي ولاية تبسة، خنشلة، باتنا، بسكرة، جنوب سطيف، جنوب برج بوعريريج، جنوب تيزي وزو، جنوب البويرة، المدية، المسيلة، بوسعادة، الجلفة، مسعد، الأغواط، تيارة، تيسمسيلة، البيض، أفلو، عين وسارة، عين الدفلة، البليدة، الشلف، معسكر، غليزان. فمزيدا من أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف، ولا يسعنا إلا أن نقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. إلى هنا أقول لكم دمتم سالمين وآمنين، وفي الختام لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أترككم مع هذه المشاهد.
زادت 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 زادت. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم ازد وبارك اللهم ازد وبارك اللهم ازد وبارك. ايه مسيلة مسيلة هذه مسيلة. رانا في مسيلة. الله هكذا كي تقول لي ما تزقيش ما نزقوش. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. الحواض هكذا صح. خير كبير. جات 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 جات. هيا هيا هاي المشكلة. بعض المنازل كما تشوفوا تقريبا 40 سنتيمتر. كما تشوفوا اخوتي احنا على المباشر حتى شوفوا الامطار هنا كيفاش حكمت الحانوتات. تقريبا 40 سنتيمتر اخوتي. ربي يقدر الخير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام الله عليكم. أمسية سعيدة والحمد لله كثيرا الذي أنعمنا بغيثه كثيرا. هاكم تشوفوا ها اروحنا. ما تقوليش رقد برك. الله وعلاه. ها ايه راهم بالعكل. ما تنوضش ما تنوضش.